الخير، عاملين ايه؟ تكونوا بخير. هنقدم لكم النهارده مسقعه في الفرن. هنشوف بتتعمل ازاي. اول حاجه هنقشر البتنجان، هنقشرها كلها. بعد ما قشرنا البتنجان هنقطعه صوابع كده زي صوابع البطاطس كلها هتكون كده. وبعد كده هنقطعه كده صغير بالشكل ده كده، كله هيتقطع كده بالشكل ده. قطعنا كده البتنجان صغير جدا. بعد كده هنحط زيت في الصينيه، وهنحط البتنجان في الصينيه. حطينا كل البتنجان اهو في الصينيه. هنحط عليه شويه زيت برضو من فوق، وبعد كده هنجيب الفلفل ونقطعه برضو حتت صغيره. قطعنا كده الفلفل برضو صغير، هنحطه على البتنجان عشان هنحط كل ده في الفرن. بدل بقى الزيت على النار هيتحمر كده ومش هياخد زيت مننا خالص، وهيبقى زي الفل. وده شكل الصينيه اهي. هنحطها بقى ايه في الفرن ونقلبها كل شويه في الفرن. هنحطها في الفرن ونسيبها ونقلب عليها كل 5 دقايق. وكده هنعمل الصلصه عقبال ما ايه ما البتنجان يتحمر والفلفل في الفرن. هنحط كده الثوم، شويه خل، هنحط هنا الملح والكمون والفلفل، وهنسيبها تتسبك عقبال ما البتنجان يطلع. وهتشوفوه قدامكم دلوقتي وانا بحط كده البتنجان اتحمر. هنحطه بقى في الصلصه اللي احنا عاملينها. وكده خلصت معانا المسقعه. هتدوق احلى مسقعه. جربوا الطريقه دي، مش بتحتاج زيت جدا، وطريقه كمان للدايت تنفع جميله جدا. وجربوها تعجبكم جدا. وما تنسوش اللايك والشير. ودي هنحطها بقى في الطبق كده. احلى مسقعه. وما تنسوش اللايك والشير. شكرا.